السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نتعرفوا على 20 سؤال اللي غالبا ما غادي تحط لكم شي 2 ولا 3 على الاقل. لهذا كمل الفيديو وما تنساش دير واحد الاشتراك. بلا ما نطول عليكم نبداو بالسؤال الاول. السؤال الأول: أعطي تعريفا للقصة. القصة وهي عبارة عن سرد لمجموعة من الأحداث. تلك الأحداث يا إما خيالية أو إما واقعية. إذن القصة عبارة عن سرد الأحداث، مجموعة من الأحداث يا إما واقعية وإما خيالية، تكون وفق تسلسل زمني. نمر إلى السؤال الموالي، السؤال رقم 2: القصة لأي مجال تنتمي؟ القصة تنتمي إلى مجال التعبير اللغوي والتواصل. السؤال الثالث: كيف ننمي الاستقلالية لدى الطفل؟ وهذا السؤال كيتحط بشكل كثير في هذه المباريات. كيف أننا ننمي الاستقلالية للطفل؟ كيف ننمي هذه المهارة؟ وذلك من خلال منح الطفل المسؤولية. منح الطفل مسؤولية صغيرة مثل ترتيب الألعاب. بالنسبة لك أنت كتبان مسؤولية صغيرة، ولكن بالنسبة للطفل يعتبرها مسؤولية كبيرة. لكي ننمي هذه المهارة وننمي الاستقلالية للطفل، أولا يجب منح الطفل مسؤولية. مثل ماذا؟ مثل تطلب من الطفل ترتيب بعض الألعاب، هذه عبارة عن مسؤولية فهي تنمي الاستقلالية. وكذلك أن تقدم للطفل نوعين من الأشياء كما بغى يكونوا، وتترك له الفرصة للاختيار بينهما، وهذه تنمي الاستقلالية. السؤال الرابع: ما هو تعريف الأنشطة الاعتيادية؟ وهي أنشطة التي تتكرر بشكل يومي طيلة السنة. مهم نحاول أنني نعطيكم غير الأسئلة باش نختصر الوقت. ما هو دور الأنشطة الاعتيادية؟ بالنسبة للسؤال السادس: ما هو تعريف التفتح التكنولوجي؟ التفتح التكنولوجي عبارة عن مجموعة من الأنشطة التي تستدرج الطفل للقيام بأنشطة يدوية، كتخلي الطفل أنه يقوم بأنشطة يدوية. السؤال الموالي: ما هو دور التفتح التكنولوجي؟ من بينه أنه تقدير العمل اليدوي. نمر إلى السؤال السابع: ما هو دور التفتح العلمي؟ دور التفتح العلمي. السؤال الثامن: ما هي الأنواع الملصقات؟ هناك العديد من الأنواع الملصقات. السؤال الموالي: أعطي صفتين للمربي. هناك العديد من الصفات مثل مهتم بتربية الأطفال وإلى غير ذلك. ما هي محاور المؤسسة؟ كما كنعرفوا أن المؤسسة لها 3 محاور، 3 axes. نمر إلى السؤال العاشر: ما هي مراحل نمو الطفل؟ مراحل نمو الطفل 3 مراحل، النمو الحس حركي وإلى غير ذلك. نمر إلى السؤال 11: ما هو دور مجال تنظيم التفكير؟ ماذا ينمي مجال تنظيم التفكير لدى الطفل؟ سؤال موالي: أعطي تعريفا للتخطيط. التخطيط هو عبارة عن تمهيد للكتابة. نمر إلى السؤال الموالي: ما هي أركان القسم؟ هناك العديد من الأركان، ركن اللاعب، ركن المشروع ولا غير ذلك. ما هي أنواع أركان القسم؟ هناك أركان دائمة، هناك أركان مؤقتة وإلى غير ذلك. سؤال موالي: ما هو الإطار المنهجي؟ الإطار المنهجي هو عبارة عن وثيقة مرجعية. السؤال الموالي: ما هي دواعي إصدار الإطار المنهجي؟ ما هو السبب الذي جعل الوزارة أنها تصدر هذا الإطار المنهجي؟ اذكر أدوات المربي. هناك العديد من الأدوات، استعمال الزمن وإلى غير ذلك. أعطي تعريفا له. المربي هو فاعل تربوي في مجال التربية ما قبل المدرسية. مهم هذه الأسئلة، بغيت ندير لكم فيديو ماشي مشكل على الإجابة ديالها. ما هي السؤال الموالي: ما هي المشاريع التربوية؟ المشاريع التربوية لكل من المستويين، المستوى الأول والمستوى الثاني، بالعربية وبالفرنسية. نمر إلى السؤال الأخير: اذكر بعض الأنشطة الموازية وأعطي تعريفا لها. بين هذه الأنشطة الموازية نجد ورشة البسانة، ورشة الطبخ، نجد كذلك مهرجان الربيع، وكذلك حفل نهاية السنة. مهم نشوفكم في الفيديو القادم، ما تنسوش الاشتراك في القناة
ومرحبا بكم في القناة ديالنا. تهلاو.